السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ ايش الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم بدينا الفيديو، قاعدة أجهز المسخن. أنا بما أنه عندي صدور دجاج فحطيت عليها التتبيلة اللي هو الثوم، البصل، البابريكا، وخليتها تسلق. قلت اليوم بسوي غدا مسخن وبيتزا، فيعني ما راح أسوي شيء كثير لأنه أبغى أسوي حلام. فحطيت هنا صدرين دجاج. هنا تسوي معي صينية متوسطة من الرولات مسخن الميني. فجهزت الموية تغلي زي ما قلت لكم، حطيت بودرة ثوم، بودرة بصل، ملح، بابريكا، وصبت عليها الموية المغلية خليتها تغلي، وبعدين فتتها. ممكن تحمسوا لها بصل محمر وتضيفونها عليها وسماق، لكن أنا استعجلت الموضوع وحطيت بس صراحة سماق وضبطت الملح وخلاص بديت بالحشوة. سويت سكيب الموضوع البصل لأنه راح ياخذ معي وقت. فهنا طلعت شوي ألعب مع القطاوة. تغدينا الحمد لله، وقلت أسوي معكم الحلا. الحين اليوم كنت أتوقعها تجربة جديدة، بس يعني بالأخير النتيجة النهائية ما طلع حاجة غريبة عن الأشياء اللي إحنا متعودين عليها. اللي هو الحلا كان مكتوب إنه وصفة بودينج الفول السوداني، لكن لما أنا مشيت في المقادير وصلحتها يعني حسيتها أنها تشيز كيك، ما له أي علاقة بالبودينج. بديت بأول شيء مقادير الشخص اللي سواها حق صحن واحد، فسوى كل حاجة ملعقة ملعقة ملعقة. هنا أنا سويت باكت واحد متوسط بسكوت مطحون على ربع زبدة أو نص زبدة، أفضل نص زبدة عشان يطلع معكم خليط البسكوت طبقة الستية متماسكة عشان إذا ضغطتوها. وبديت أوزعها بالصحون. هذه الصحون مرة صغيرة بس ما أدري ليش بالتصوير باينة إنها كبيرة. طلعت معاي كريمة الخفق، عندكم الجبن المربعات، الفول السوداني، زبدة الفول السوداني. طبعا لأنه أنا أختي عندها حساسية فراح أسوي لها توت. فجبت هنا كريمة الخفق، هو استخدم كوب اللي هي السايلة. أنا ما عندي، استخدمت ظرف واحد وأضفت عليها شوي حليب وضربتها بالخلاط. هذا الأساس. بعدها نضيف عليها الجبنة، بعدها نضيف عليها القشطة، بعدها نضيف عليها الحليب المكثف المحلى. قلت لكم بالوصفة هو أعطى ملعقة كبيرة مليانة من كل شغلة من هذه الأشياء اللي قلت لكم. طبعا بعد ما نخفقهم ويصير معنا الكريمة تصير شوي شبه سائلة، ما تصير جامدة، يعني تصير كأنها شفتوا زي الرغوة، ما هي نفس كريمة التزيين اللي تجي ماسكة نفسها، لا تصير كأنها رغوة. شايفينها؟ إن شاء الله تكون بس باينة بالصورة. هنا تبدأ الإضافات اللي هي الجبنة استخدمت 4 حبات، والقشطة استخدمت، هي القشطة هذه علبة صغيرة فأنا استخدمت 3/4 اللي هي ملعقة كبيرة مليانة، وملعقة حليب مكثف محلى برضو ملعقة كبيرة مليانة. إذا بتحسبونها بالمسح بتصير ملعقتين كبار، لكن أنا دائما أنا أحط على عيني بالتقدير. وهذه الوصفة طلعت معي 6 صحون تقديم، 1 2 3 4 6 صحون تقديم صغار. إذا كبر بتطلع معكم 4. فهنا بديت أحط المكونات. بصراحة الوصفة أنا كنت متحمسة لها، بس لما ذقتها اكتشفت إنها أعطتني تشيز كيك. يعني صراحة أنا ما شفت الفرق، حسيت إنه تشيز كيك بس يعني بطريقة كذا. أنا بالعادة ما أضيف حليب مكثف في التشيز كيك، بس يعني هذه الإضافة الوحيدة. خلاص كذا نخفقها مع بعض ونبدأ بعدها نضيف النكهات. قسمتها على جزئين، جزء لأن سويت 3 حبات توت و3 حبات زبدة الفول السوداني، لأن زبدة الفول السوداني أنا أبغاها كتجربة فما حبيت أكثرها. التوت هذا أنا اللي مصلحته. جبت توت عادي فريش، توت أزرق أو توت بري، والتوت الثاني العادي، والتوت الأحمر. فحطيتهم على النار مع سكر، خليتهم يغلون على النار إلين صار عندنا
يعني السايل كله طلع وبقى بس معنا يعني زي المعجون شفتوه في الكيس، كله عبارة عن توت خالص. لما تاكلونه ما يطلع زي مربى، يطلع فيه قطع من الفاكهة نفسها. وبرضو أنا بالأخير زدت عليها على الصحن من فوق، زدت عليها من هذا التوت المثلج اللي يجي في الأكياس اللي هي بالمجمد. المهم هنا أضفت أنا زبدة الفول السوداني وقعدت أحركها. طبعا ما نفع هنا بالملعقة، يعني قفلت الفيديو وضربتها بالخلاط عشان تتجانس معي، لأنه زبدة الفول السوداني شوي كانت جامدة. بالنسبة للصوص الخارجي، التوت هو نفسه، الخلطة اللي أنا سويتها بقيت منها شوي، وزبدة الفول السوداني جبت زبدة الفول السوداني أضفت عليها حليب مكثف محلى وحطيتها في الميكرويف وزدتها شوي موية. وممكن تحطون طريقة ثانية، تحطون زبدة الفول السوداني تحطون عليها زيت وتحركونها على حمام مائي، تصير معاكم يعني هو صراحة ألذ بس أثقل. يعني أنا حسيت موضوع الموية بيطلع أخف النكهة. وبس بعد ما ذوبتها حطيتها زينت فيها الوجه وزينتها في الفول السوداني والتشيز توت، زينتها بتوت وزينتها بليمون وزينتها بنعناع. راح تشوفون الحين الفيديو النهائي لها. الوصفة حلوة لكن ما فيها أي تميز صراحة. يعني أنا كنت متوقعة أنه راح يطلع زي البودينج، يعني حسيت أنها طالع أقرب شيء ما بين التشيز كيك وما بين الموس، يعني طالع كأني مسوية موس زبدة فول سوداني وموس توت. ما حسيت أن النكهة يعني حاجة مميزة، بس يعني هذه كانت ملاحظتي. هنا بالبداية طلعت معي كمية زبدة فول سوداني قليلة، فبرضو قفلت الفيديو زدت الكمية ورجعت وزعتها على الوجه وزينتها بالفول السوداني. الفول السوداني إذا قشرتوه لكم الخيار، ممكن تحطونه زي ما أنا حطيته عادي، وممكن تحطونه تحمصونه شوي على النار أو شوي زبدة تبغون نكهة أقوى، وتنشفونها من الزبدة بعدين تصفونها على الوجه. معلش الإزعاج اللي وراي. بالنسبة للتزيين يعني طبعا كل واحد ورغبته، ممكن ما تزينونه تخلونه بس الطبقتين اللي احنا صلحناهم وتكتفون فيهم. بس انه انا يعني حبيت بما انه فول سوداني ازينها بالفول السوداني. طبعا لكم الحرية في اختيار وفي التزيين. جلست هنا بس عشان اتأكد من الاشكال. زي ما انتم شايفين هنا اضفت عليها التوت. حلوة بس ما أعتقد أني راح أجربها مرة ثانية، لأنه بالنسبة لي أسوي تشيز كيك أسرع وأسهل من هذا الموضوع. أخذ مني وقت، ما حسيت الموضوع يستاهل. زائد زبدة الفول السوداني طالع نكهتها كأنها تشيز كيك اللوتس. اللي قد جرب تشيز كيك اللوتس راح يعرف أنا إيش قاعدة أتكلم عنه. يعني ما أحس ما في فرق كبير، بس أعجبت أخوي كان يقول مرة لذيذة. سبحان الله، يعني الناس أذواق. وبس حبايبي وصلنا هنا لنهاية الفيديو. طبعا إن شاء الله فيديوهات العيد نازلة بإذن الله بعد هذا الفيديو، فيلا حماس. أشوفكم فيديو جديد ويوم جديد، ومع ألف ألف سلامة.